كريستيانو رونالدو يعطي الكرة لهيغوايين باللحظة التي طلبها فيها، ومباشرة هيغوايين لا يضيع الفرصة. هيغوايين يحفظ طريق المرمى والشباك، وهنا كريستيانو لم يكن أنانيا، كان ممتازا وقدم الأسيست في الوقت المناسب واللحظة المناسبة لهيغوايين. لاحظوا كيف النظرة، الرؤية، الرأس المرفوع، يعطي الكرة لهيغوايين يتقدم يلعبها من فوق فصول الحكاية. لاحظ التصويبة ولاحظوا الكرة كيف أطلقها مباشرة بلا رحمة، تصويبة لا يشق لها غبار في سقف المرمى، تنفض الغبار عن الشباك وتعلن تغطية الهدف الأول فورلين، ثم أعطاها لكاليخون. كان يستطيع هنا كريستيانو رونالدو لو أراد أن يصوب، لكن فضل أن يمرر، وبالفعل كان الخيار الأصوب، وأعطى كاليخون فرصة هدفه الأول هذا الموسم ليحرز هذا الهدف في الدقيقة 82. النتيجة أصبحت خارج موضع أي شك. هنا اعتذار كاليخون من جمهور إسبانيول، يضحك مع زملائه ويتقبل تهنئة، لكنه عام 2006 ولكن في سانتياغو برنابيو، إنما هنا في هذا الملعب. فهذه نتيجة كبيرة ونتيجة عريضة. غلطة دفاعية استغلها مباشرة هيغوايين، قبل الهدية من داتولو البديل وخطفها مباشرة في مرمى سيء الحظ كريستيان ألفاريز الحارس الأرجنتيني، الذي تلقى 3 طلقات قاتلة من مواطنه غونزالو هيغوايين. كريستيانو رونالدو، وبالتالي الصورة